حكايتنا بتبتدي بأسرة مكونة من 3 أفراد. أب اسمه صالح وكان شغال في شركة كبيرة، وأم اسمها درية وكانت شغالة مذيعة، وابنهم بودي اللي كان مشاغب دايما وكل يوم يعمل لهم مصيبة. وبتبتدي الحكاية واحنا شايفين صالح ودرية في المدرسة عند بودي اللي كان بيهدد إنه هيفجر المدرسة لو المطالب بتاعته ما اتنفذتش. والمطالب دي كانت عبارة عن جهاز بلاي ستيشن وحصان، وطلب أخير وهو إن باباه يصلح باب الشقة بتاعتهم بدل ما هم خارجين داخلين من شباك البيت. لكن للأسف صالح ودرية ما كانوش مهتمين بمطالب بودي، وفضلوا يتخانقوا مع بعض كالعادة وسط حوش المدرسة. وفي الآخر بياخدوا بودي وبيمشوا، لكن وهم في الطريق قعدوا يتخانقوا مع بعض وكل واحد فيهم ابتدى يرمي الغلط على التاني، وابتدوا يتهموا بعض بالتقصير في تربية بودي. لكن في الآخر برضه ما بيوصلوش لحل، وبيضطر صالح إنه ينزل درية في نص السكة وبيسيبها ويمشي. وتاني يوم الصبح بنشوف صالح قاعد مع ابن عمه كمال في الشركة اللي شغالين فيها، وكان عمال يشتكي له من الجواز والعيشة المنيلة اللي عايشها مع درية مراته، لدرجة إن ابن عمه قال له حرام عليك، كفاية كده، انت كرهتني في الجواز واللي عايزين يتجوزوا. وفي الوقت ده بتدخل سكرتيرة المدير اللي بتقول لصالح ان المدير عايزه حالا في مكتبه. ولما دخل صالح عند المدير لقى متعصب منه جدا بسبب الشغل الغلط اللي كان عامله ومسلمه له، زي مثلا ان الجامع كان بنيه عكس اتجاه القبلة، والبسين كان عامله متر ونص وفي نفس الوقت كان عامل المنط 10 متر، وده اللي تسبب في اصابة كابتن السباحة بتاع النادي، وغلطات تانية كتير. وده اللي خلى المدير يتعصب عليه ويرفده من الشغل فورا، ويحذره انه مش عايز يشوف وشه تاني. وبعديها بيومين بنشوف صالح وهو قايم من النوم على صوت زعيق درية، وهي بتنادي على بودي ابنهم علشان كانوا رايحين يحضروا فرح قريبتهم في اسكندرية. ولما سألها صالح انتوا هتباتوا فين، كان ردها انها ممكن تبات في الشارع او في السجن عادي، اللي هيكون احسن مليون مرة من الشقة الزبالة اللي انت معيشنا فيها. لكن صالح كان رده ساعتها انه ممكن يستحمل اي غلط تغلطوا فيه عادي، انما تغلط في الشقة اللي بنيها بنفسه لا. وده اللي خلى درية تتعصب عليه وتوريه ان حنفية المطبخ ما بتنزلش مية، لكن صالح وبكل بساطة بيفتح كوبس النور فالمية بتنزل عادي. وتاني حاجة درية اشتكت منها ان باب التلاجة مش بيفتح، وهي نفسها في حاجات كتير قوي تجيبها من جوه التلاجة. وساعتها بيرد عليها صالح بكل برود انا عملتلك البوتاجاز بعجل علشان تطلعيه بره وتفتحي التلاجة براحتك، وبيقول لها كمان انها مكبرة المواضيع قوي وحاجات من دي كتير. اخرها انه كان باني البيت من غير باب اصلا، وكان الدخول والخروج عن طريق شباك الصالة. وفي نهاية الكلام بتاخد درية بودي ابنها وبتطلع من الشباك، لكن قبل ما بتمشي بتقول له هو انت ازاي بقيت مهندس، وبتدعي عليه وبتسيبه وتمشي. بعد كده بيحصل في الشقة شبه ماس كهربائي كبير وكان بيخض، فاضطر صالح انه يدخل لغرفة الكراكيب ويعرف السبب الحقيقي للماس الكهربائي. وساعتها بتحصل المفاجأة لما بيشوف زي فجوة كبيرة في الحيطة اللي كانت موجودة في الأوضة، ولما حاول يمد ايده عليها ويشوفها بتسحبه الفجوة على طول لعالم تاني خالص أجمل وأحسن بكتير من العالم اللي كان عايش فيه. وهناك بيتصدم لما بيشوف نفسه هو ودرية مراته واقفين بيرقصوا مع بعض، وبيلاقي مجلة محطوط عليها صورته ومكتوب عليها اسمه. وساعتها بيتفزع لما بيحسوا ان ممكن يتكشف، وبياخد المجلة في ايده وبيرجع تاني لمكان الفجوة الزمنية علشان يهرب ويرجع تاني للعالم بتاعه. بعد كده بنشوف صالح وهو بيفوق من صدمته وبيلاقي نفسه نايم على الارض ومراته وابنه بيصحوه وبيقولوا له ان الفرح حصل فيه خناقة كبيرة واتلغى. وطبعا هو كل ده مفكر نفسه كان بيحلم، لحد ما بيتفاجئ بالمجلة اللي خدها من العالم الموازي، فبيقرر يفتحها وبيشوف مكتوب فيها ايه. وبيتصدم لما بيلاقي المجلة كلها بتتكلم عن انجازاته كأعظم مهندس وكمان شهرته الكبيرة جدا. وتاني يوم بنشوف صالح وهو قاعد مع ابن عمه كمال على القهوة وبيحاول يفهم منه اي حاجة عن اللي حصل معاه. وساعتها ابن عمه بيقول له اللي انت بتتكلم فيه ده اسمه اكوان موازية، لكن صالح برضه ما كانش فاهم اي حاجة. وساعتها ابتدى ابن عمه يشرح له اكتر ويقول له ان في قصة بتقول ان في اكوان موازية، وكل واحد فينا بيبقى ليه نفس النسخة ونفس الشخصية بس مختلفة شويتين. يعني ممكن تلاقي نسخة غنية ونسخة فقيرة، نسخة فاشلة ونسخة ناجحة، وهكذا يعني. ولما صالح بيسأله انت جبت القصة دي منين، قال له انه قراها في مجلة ميكي، وده اللي خلى صالح في الاخر يقفش عليه ويهزقه ويسيبه يمشي. ويوميها بالليل بيقرر صالح انه يخوض التجربة دي تاني، وفعلا بيدخل لغرفة الكراكيب وبيعدي الفجوة مرة تانية. وهناك بيشوف الشغالة اللي بتبقى مستغربة من شكله ودقنه الطويلة، لكن صالح بيقدر يتعامل مع الموقف وبيحذرها من انه محدش يجي جنب الأوضة، وكمان بياخد منها المفتاح علشان يضمن ان ده هيحصل. بعد كده بنشوف صالح وهو بيتفرج على الفيلا اللي كانت كل حاجة فيها مترتبة ونظيفة، وكمان بيشوف مراته وابنه بس بنسختهم التانية واللي كانت تعتبر النسخة الراقية منهم. وساعتها مراته بتقول له هو انت ايه اللي رجعك، هو انت مش كنت مسافر يومين؟ وهو بيرد عليها وبيقول لها ان السفر اتلغى. وساعتها بتفرح قوي وبتقول له خلاص طالما السفر اتلغى يبقى تودينا النزهة الخلوية نتفسح. وهناك صالح بينبهر بجمال الازهار والورود، وبعد شوية بيشوف مديره في الشركة داخل عليهم فبيتوتر جامد وبيبقى عايز يمشي، لكن بيتفاجئ لما بيعرف ان ده يبقى السكرتير بتاعه في الكون الموازي. وساعتها بيبتدي يهزقه ويخلص كل القديم والجديد فيه، وبيشتمه كمان بصوت عالي. لكن اثناء ما بيشتمه بيسمع صوت جهاز انذار بيشتغل، وفجأة
وفجأة بيلاقي 3 رجالة بيمسكوه ويكهربوه وفي الآخر بيعتذروا له وبيسيبوه ويمشوا. وساعتها صالح ما بيبقاش فاهم حاجة، لكن درية بتقوله إنها عمره ما شافته منفعل جامد كده، وبتقوله إن درجة الانفعال بتاعته 9 درجات وده رقم كبير جدا، وبتقوله كمان إنه يهدى علشان انفعاله ما يزيدش تاني ويتكهرب مرة تانية. وفعلا بيروحوا على الفيلا وبنشوف صالح ودرية قاعدين مع بعض، وصالح بيحاول يلطف الجو شوية، لكن في الوقت ده ابنهم بيدخل عليهم وبيصر إنه يسمعوا نشيد كتبه له بنفسه، لكن صالح ما بيقدرش يستحمل سماع النشيد وبينفعل غصب عنه وصوته بيعلى. وفي الوقت ده برضه بيجي نفس ال3 رجال بزيهم الأصفر وبيكهربوه تاني وفي الآخر بيعتذروا له وبيسيبوه ويمشوا. لكن بعديها درية بتبص له وبتقول له أنت متغير وفيك حاجة غريبة، وبتقول له كمان يخش يرتاح وبكرة الصبح لينا كلام تاني. وفعلا بتنام درية، وفي الوقت ده بيروح صالح على الكون الأساسي بتاعه، وهناك بيشوف درية مراته اللي كانت مستغربة شكله وحاسة إنه بقى أنضف بكتير من الأول. يبقى كده عشان ما نتلخبطش، عندنا صالح 1 ودرية 1، وعندنا صالح 2 ودرية 2. ما علينا. وفعلا فضل صالح 1 يروح من الكون ده للكون ده على مدار الأيام، وساعتها بيبتدي يكتشف إن الفجوة كل يوم بتقل وبتصغر عن اليوم اللي قبله، لحد ما بيعرف إن صالح 2 هيرجع من السفر خلاص، فبيقرر يستناه ويضربه على راسه وينقله للكون بتاعه الأساسي، وده علشان يضمن إنه يعيش طول حياته في الكون الموازي الجميل. وبالمناسبة كمان قبل ما يعمل كده كان قاعد مع ابن عمه وبيقول له إنه بقى مدمن مخدرات ومش قادر يتعالج، وكل شوية بتجيله هلاوس من المخدرات، وده طبعا علشان لما ينقل صالح 2 من الكون بتاعه محدش يحس بحاجة غريبة ويعتبروه شارب مخدرات وبيقول أي كلام. بعد كده بنشوف درية 1 ماسكة في خناق صالح 2 علشان ما راحش جاب بوتي ابنهم من المدرسة، وطبعا صالح 2 بيبقى مستغربهم كلهم ومش فاهم أي حاجة، لكن في الوقت ده بيتدخل كامل ابن عمه وبيهدي الدنيا ما بينهم، لأنه ساعتها كان مفكره شارب مخدرات ومش عارف بيقول إيه. وفي الكون الموازي بنشوف صالح 1 وهو قاعد مع درية 2 في أوضة النوم، وصالح كان بيفتحها ساعتها في موضوع الخلفة، وساعتها درية 2 بتطير من الفرحة وبتقول له أخيرا ده أنا بقالي سنتين بتحايل عليك وأنت مش راضي. وساعتها صالح بيقول لها لا طبعا أنا راضي ودلوقتي حالا كمان لو عايزة. وفي الوقت ده درية بتقول له بس يا خسارة، أنا ليلى صاحبتي قالت لي إن مفيش مواعيد فاضية دلوقتي في هيئة اللحظات اللذيذة. وفي الوقت ده صالح بيستغرب وبيسألها إيه علاقة الهيئة بالموضوع بتاع الخلفة، فبترد عليه وبتقول له عادي يا حبيبي، إحنا بنروح الهيئة وبنقدم العينات وبنيجي بعدها ب9 شهور وبناخد البيبي. فصالح ساعتها بيسألها إذا كان عندها مشكلة أو أي حاجة شبه كده، لكن درية بترد عليه وبتقول له إن كل الناس في الدنيا بتعمل كده. وساعتها صالح بص لها وقال لها طب ما تجيبي بوسة كده، لكن درية في الآخر ما بتفهمش هو عايز إيه، وساعتها بتسأله وبتقول له خلاص أحجز في الهيئة، لكن بيرد عليها صالح وبيقول لها لا خلاص بقى كنسلي الموضوع ده، وبيبقى هيتجنن ساعتها ويفضل يكلم نفسه ساعة لحد ما انفعل وشركة الانفعال جم وكهربته. بعد كده بنشوف صالح 1 مع درية 2 وهم واقفين مع بعض وبيتكلموا، وبتقول له كمان إنها عازماه بالليل على أكلة خاص تجنن. ما بالمناسبة الكوكب ده كله ما بياكلش غير نباتات بس. وفعلا بالليل بنشوفهم قاعدين في مطعم فخم جدا وبيتعشوا خاص، وساعتها صالح بيقول لها انا عندي طريقه للخلفه احسن بكتير من موضوع الهيئه ده، ودريه بتقول له انت شاطر يعني في الطريقه دي. رد عليها وقال لها انه جامد جدا في الطريقه دي، لكن دريه وبكل تلقائيه بتقول له يا ما جاب الغراب لامه، وده اللي خلى صالح يتفاجئ من ردها الغريب ده ويبتدي يشك فيها، وابتدى كمان يسالها عن كذا حاجه عن نفسها، ودريه ساعتها بتتوتر وبتقول اي كلام. وفي الوقت ده صالح بيكشفها على حقيقتها وبيعرف انها درية 1 مش درية 2، وساعتها بيشتمها وبيقول لها يا عكرة، وبرضه درية بتشتمه وبتحكي له هي ازاي وصلت هنا، لانها كانت واقفة من بعيد وشايفاهم، فقررت تعمل نفس اللي عمله صالح وتيجي للكون ده علشان احسن وانضف من الاولاني. وكمان ابتدت تهزق فيه وتقول له انه واطي وكان عايز يسيبها هي وابنها ويروح لمكان احسن بكتير. وفي الوقت ده بتتعصب عليه جامد وبتنفعل لحد ما جهاز الانذار اشتغل وجت شرطة الانفعال وكهربتها، لكن الخناقة ما خلصتش برضه، وفضلوا يتعاركوا ويضربوا بعض في المطعم لحد ما كسروه حرفيا. وفي الوقت ده شرطة الانفعال كلمت رئيسها المباشر علشان يستعينوا بيه ويحل المشكلة، وفعلا بيجي وبيقدر يسيطر على الموقف ويكهربه. وبالمناسبة رئيس شرطة الانفعال ده يبقى كمال ابن عم صالح في الكون الموازي طبعا. وفي الناحية التانية بنشوف صالح ودرية 2 هم كمان بيبقوا مستغربين الوضع ومش فاهمين حاجة بتحصل حواليهم، لكن كل اللي قدروا يعرفوه انهم في مكان مش مكانهم وفي حاجة غريبة بتحصل مش عارفين هي ايه، ومع ذلك قرروا يحاولوا يتعايشوا مع الوضع الحالي لحد ما يعرفوا ايه اللي حصل. وبعد كده بنرجع للكون الموازي علشان نشوف صالح 1 ودرية 1 قاعدين في مكتب رئيس امن الانفعال، وزي ما قلنا اللي بيكون ابن عمه كمال، وساعتها بيقول لهم انتوا عديتوا ليفل الانفعال بطريقه ما حصلتش قبل كده، وقال لهم كمان انه هيسامحهم المره دي بس علشان هم شخصيات مرموقه ومعروفه في المجتمع، مش علشان خاطر صالح ابن عمه والكلام ده. وفي الاخر حذرهم ان الموضوع ده لو اتكرر من اي حد تاني في عيلتهم هينفيهم على طول على الجنينه، ومعنى ان اي حد يتنفى للجنينه يعني
يعني يتحول للشجرة فورا ويكمل بقية حياته على كده. بعد كده بنشوف درية واحد وصالح واحد قاعدين في الفيلا بيتكلموا، وكل واحد فيهم بيحاول يقنع التاني انه يمشي من الكون ويسيبه لوحده، لكن في الاخر محدش بيقتنع انه يمشي من الكوكب الجميل ده، وقرروا في الاخر انهم يعيشوا مع بعض بس كل واحد في حاله. وساعتها بيعرف صالح بالصدفة انها جابت بودي واحد معاهم للكون الموازي وبنفس الطريقة. وبنرجع تاني للكون الاساسي علشان نشوف صالح اتنين بيحاول يلطف الجو مع مديره في الشركة، وبيترجاه كمان انه يرجعه الشغل تاني، وده فعلا بيحصل. لكن للاسف درية اتنين ما كانتش عارفة تتأقلم بسهولة في الكون ده. لكن بالنسبة بقى للحياة الزوجية كانوا مبهورين جدا ومبسوطين، وحسوا ان كان فايتهم حاجات كتيرة قوي حلوة. وفي الاخر بنشوف صالح اتنين وهو بيظبط البيت وبيعيد تصميمه من اول وجديد. بعد كده بنرجع تاني للكون الموازي علشان نشوف درية واحد بتتكرم في حفلة كبيرة كأنجح مذيعة في المجتمع. وبعد الحفلة بنشوف صالح واحد وهو بيتكلم مع درية واحد وبيبارك لها على نجاحها، وبيقول لها كمان انها جميلة قوي. وابتدوا بكل هدوء يعاتبوا بعض وفي الاخر بيتصالحوا. لكن للاسف بعديها بشوية بيجي لهم خبر وحش جدا، وهو ان بودي ابنهم عمل مصيبة في المدرسة وفجر معمل الكيمياء، وهو دلوقتي في طريقه للجنينة. وعلى طول ومن غير تفكير بيجروا بسرعة على الجنينة، وبيترجوا رئيس حرس الانفعال انه يسيب بودي وهم هيعرفوه غلطه. لكن رئيس الحرس ساعتها بيطمنهم وبيقول لهم انه مش هيموته، هو بس هيحوله لشجرة. وساعتها بيوريهم تطبيق عملي بعملية التحويل دي. وفي الاخر بيقول لهم انهم عندهم مهلة ساعة بس علشان يفكروا ويقرروا هيحولوا ابنهم لانهي نوع من انواع الشجر. وفي الوقت ده صالح واحد قال مفيش حل غير اننا نرجع للكون بتاعنا ونجيب كمان واحد للكون الموازي، وده علشان يلغي قرار التحويل. وفعلا بيتحرك صالح هو ودرية وبيروح على الكون بتاعه الاساسي. وفي الوقت ده كان فرح كمال ابن عمه، لكن بالصدفة صالح اتنين ودرية اتنين بيشوفوهم في الفرح، وده اللي خلاهم يمشوا وراهم لحد البيت ويواجهوهم بحقيقة الوضع اللي هم عايشين فيه. وساعتها صالح واحد بيقول لهم على كل حاجة حصلت وبيعرفهم كمان ان ابنه دلوقتي في خطر ولازم يروح ويلحقه. لكن صالح اتنين مش بيقتنع بكلامه، وبتحصل خناقة كبيرة ما بينهم هما الأربعة، وبتنتهي على ان صالح واحد بيقدر يتغلب على صالح اتنين بمساعدة درية طبعا. وعلى طول بياخد كامل ابن عمه للكون الموازي وبيقدر فعلا يدخل معاه غرفة التحويل. لكن للأسف وفي آخر وقت بيكتشف رئيس الحرس اللي هو كامل اتنين الخطة بتاعتهم، وبيؤمر فعلا بتحويل بودي لشجرة جوافة، وأمر كمان بحبس صالح ودرية في غرفة تانية لحد ما يشوف ايه حكايتهم. وساعتها بنشوف صالح واحد بيلوم نفسه وبيقول ان هو السبب في كل حاجة حصلت، وان المفروض انه كان يطور من نفسه بدل ما يسرق حياة غيره. وساعتها درية واحد بتلاحظ ان الجرح اللي في دماغه خف وما بقاش موجود، ومن هنا قدروا يفهموا ان اي حاجة بترجع لطبيعتها بمجرد ما تروح الكون التاني. وساعتها فكروا انهم ياخدوا شجرة بودي ويروحوا بيها على الكون بتاعهم، وبكده بودي يرجع بني ادم تاني. وفي الوقت ده باب الغرفة بيتفتح وبيلاقوا كمال واحد جاي عليهم وبيحاول يساعدهم ويخرجهم من هنا. وفعلا بيروحوا يجيبوا شجرة بودي وبيطلعوا بسرعة على مكان الفجوة اللي بتكون صغرت خالص وشبه هتتقفل. لكن المفاجأة بتحصل لما بيكتشفوا ان كمال هو كمال اتنين مش كمال واحد، وعمل الخدعة دي علشان يقدر يعرف الحقيقة كلها. وبيحصل خناقة كبيرة ما بينهم بتخلص على انهم بيقدروا يعدوا من الفجوة، وبيتبقى كمال واحد بس هو اللي ما بيلحقش يعدي. وفي الاخر خالص وبعد سنة كاملة بنشوف صالح واحد ودرية واحد قاعدين مع صالح اتنين ودرية اتنين في الحارة الشعبية البسيطة، وخلاص كده يعتبروا قدروا يتأقلموا على الوضع الجديد وهيعيشوا مع بعض طول العمر. لحد ما بيسمعوا صوت غريب من غرفة الكراكيب وبيلاقوا شخصية صالح ودرية تلاتة داخلين عليهم من الغرفة، وشكل كده ان الموضوع بقى فيه كون تالت. ومن هنا بتكون نهاية قصة فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير الفيلم الجاي. تصبحوا على خير.